طبعا هي حكاية غريبة لما البنت دي دخلت الحمام قدام أهلها وبعد شوية لاحظوا إنها اتأخرت جوه. الأب قام من مكانه وراح خبط عليها لكنها مش بترد عليه. نده على الأم وقال لها تعالي شوفي بنتك. الأم فتحت الحمام ودخلت والصدمة إن الحمام فاضي. البنت اختفت. تفتكر بقى اختفت راحت فين؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. اللي هنسمعه دلوقتي ده حصل بالفعل لعيلة مصرية، والنهاية كانت صدمة لما اكتشفوا البنت دي راحت فين. وعلى فكرة هي ما هربتش، هي اختفت. تابع معايا للنهاية لأن أحداث القصة غريبة جدا، وللعلم الأسامي هتكون متغيرة عشان الخصوصية. يلا نبدأ. في يناير 2014 الساعة 3 العصر اتقدم بلاغ في اسم الشرطة عن اختفاء بنت، وأخوها هو اللي كان مقدم البلاغ، وقال إنها دخلت الحمام وما خرجتش. وبعد التحريات ما خلصت الضابط علي سراج اتحرك على بيت البنت عشان يحقق مع أهلها بشكل شخصي. قعد وكان قدامه الأب أيمن توفيق والأم سعاد مصطفى والابن كريم أيمن. أول سؤال سأله: لاحظتوا حاجة غريبة على البنت قبل اختفائها؟ الأب قال له لأ، البنت كانت طبيعية جدا. الضابط قال له احكي لي كل اللي حصل الليلة دي. قال له انا كنت قاعد في الصالة انا وامها بنتفرج على التلفزيون، وهي خرجت من اوضتها وعدت قدامنا ودخلت على الحمام، والظاهر كده اني نمت وانا قاعد. لكن لما صحيت لقيت كل حاجة زي ما هي، مراتي قاعدة جنبي ونور الحمام منور والباب مقفول. قمت خبطت عليها ما ردتش عليا. بصيت لسعاد وقلت لها هي ياسمين عدت قدامك؟ سعاد اتفاجئت وقالت لي لا، ده انا نسيت اصلا انها كل ده في الحمام. سعاد قامت ودخلت الحمام وصرخت لما لقت الحمام فاضي وياسمين مش جوه. فضلنا ندور عليها في الشقة كلها، ما كناش عارفين نعمل ايه. وتاني يوم كريم راح عمل المحضر. الضابط بص لكريم وقال له وانت كنت فين؟ قال انا كنت نايم وصحيت على الخبر. طبعا لحد هنا الموضوع كان غريب ومحدش عارف الحقيقة فين. لكن كل ده اتغير بعد 7 ايام لما الشرطة لقوا جثة بنفس مواصفات ياسمين وكمان في نفس المنطقة اللي هي ساكنة فيها. الطب الشرعي قال إنها وقعت من مكان مرتفع، وطبعا أهلها اتعرفوا عليها وطلعت هي فعلا. الشرطة عرفت هي وقعت من أنهي عمارة ومن أنهي شقة من خلال كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشارع. لما دوروا على صاحب الشقة دي اكتشفوا حاجة غريبة. صاحب الشقة يبقى اسمه كريم أيمن توفيق، بالظبط أخوها. طبعا الشرطة قبضوا عليه، وأثناء التحقيق قال إن الشقة دي فعلا بتاعته، لكنه ما يعرفش هي راحت هناك إزاي ومين اللي رماها من فوق. لكن لما فتشوا موبايله لقوا رسائل بينه وبين شخص تاني كان بيسأله عن أخته. الكلام بينهم ما كانش موضح كتير، ولكنه كان طرف خيط عشان يمشوا وراه. قدروا يوصلوا صاحب الرقم، وأثناء التحقيق معاه اعترف وقال أنا هقول على كل حاجة. كريم اتفق معاه ان احنا هنخطف اخته ونحطها في الشقة بتاعته، لان محدش كان هيشك ان هو اللي عمل كده، وبعد فترة كنا هنسيبها. الضابط سأله ازاي خطفتوها؟ قال له كريم كان في البيت وكان عارف ان اخته قبل ما تنام كانت بتدخل الحمام عشان تاخد شاور. حط منوم لابوه وامه واخته كمان، وابوه وامه شافوا ياسمين وهي داخلة قدامهم الحمام. وبعدها بدقايق التلاتة كانوا ناموا. كريم شال اخته ونزل بيها، وانا كنت مستنيه تحت بالعربية. خدتها ومشيت بيها وطلعت بيها على شقة كريم، وفضلت حابسها فوق لمدة 7 أيام. وفي اليوم السابع كنت بشتري حاجات من تحت، ولما طلعت فتحت باب الشقة واتفاجئت بيها إنها واقفة قدامي. مش عارف هي فكت نفسها إزاي، أنا كنت رابطها كويس أوي. أول ما شافتني قدامها خافت وجريت على البلكونة ونطت. في الوقت ده أنا جريت واستخبيت عند ناس قرايبي وقفلت موبايلي، لأن ما كنتش عارف لو كريم اتصل بيا كنت هرد أقول له إيه. بس كده يا باشا. لكن كل ده حصل ليه؟ صدقني معرفش. لكن لما حققوا مع كريم اعترف في النهاية وقال من وانا صغير والدي بيعاملني اوحش معاملة، وكان دايما بيفضل ياسمين عليا. وفي يوم قرر انه يعاقبني اشد عقاب على ايه اصلا انا مش عارف، وهي انه قرر يكتب جزء كبير جدا من ثروته لياسمين، وانا ولا فكر حتى فيا. وهنا قررت انتقم منه. فكرت في الخطة دي كلها وخطفتها، وبعد فترة كنت هخلي صاحبي يتصل بيه ويطلب منه مبلغ كبير جدا عشان ارجع ياسمين، وبكده هبقى خدت حقي. لكن للأسف ملحقتش. الظاهر ان ياسمين ما استحملتش اللي حصل لها وانتحرت في الاخر. انا ما كنتش عاوز كل ده يحصل، ما كنتش عاوز اكون السبب في موت اختي. بعدها كريم وصاحبه اتحكم عليهم ب 15 سنة سجن، ودي طبعا كانت مدة قليلة، ولكن الجريمة ما كانش فيها ترصد، يعني ما كانوش متعمدين القتل. وبس كده. ولو وصلت لحد هنا يبقى عجبتك القصة، وما تنساش تشترك في القناة.